السلام عليكم، مرحبا بكم في الدردشه اللي غتكون خفيفه، وغادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج اللي طارين في المنتخب المغربي مؤخرا، وشي حوايج لحد الان مازال كنقلب ليهم على الجواب ولكن ما لقيتوش. وانتم بطبيعه الحال اللي كتفرجوا الى عندكم شي حاجه بغيتو تقولوها غتقولوها في الكومونتير. ما غاديش نبداو بالمواجهه ضد كرواتيا اللي جات في المرتبه الثالثه والمغرب في المرتبه الرابعه، وانما غادي نسبقوا المواجهه ديال فرنسا واللي لاحظنا فيها بزاف ديال الحوايج، منها التحكيم اللي كان مشري، وهذا الشيء راه بطبيعه الحال راه باين، وزيد عليه خونا القطري اللي كان ديما تيحضر، ولكن هذه المباراه ما حضرش ليها. ولكن البلان اللي جاني في شكل كيفاش بان المغرب ملي تغلبت ضد فرنسا في نفس الوقت قالت بانها كتعترف بالصحراء المغربيه، وهذا الشيء جاني تقريبا مشابه مع داك الشيء اللي وقع مع امريكا باش المغرب دارت صداقه مع اسرائيل. امريكا في نفس النهار اعترفت بان الصحراء مغربيه، وكما قلت لكم قبل بان هذا الشيء نفسه وقع مع فرنسا دابا. وانتم راكم عارفين بان المغرب وفرنسا كانوا بزاف ديال التوترات مؤخرا، وانا عارف بان دوله فرنسا عندها شي غايه من هذا الشيء، راه ماشي غادي تجيبي الليله والنهار تقول بان التوترات ما بقاوش وغادي نعترفوا بالصحراء المغربيه وبزاف ديال الحوايج غادي يوقعوا. وانتم خليو لي الراي ديالكم في الكومونتير باش اننا نتناقشوا هذا الشيء. ثاني حاجه اللي غادي نهضروا عليه هو التحكيم الكارثي اللي واقع ضد المغرب، وهذا الشيء بطبيعه الحال كلشي شاهد به. جوج ضربات جزاء اللي كاينين في الماتش لفرنسا، والماتش الكرواتي حتى هو في ضربه جزاء، ولكن نفس البلان اللي غادي يوقع لنا في 2018 غادي يوقع لنا حتى في 2022، هو ان الفار ما غاديش يخدم، وهنا غادي يكونوا احتجاجات من فوز القجع ضد الحكم، وحتى حكيم يبقى تيغوت على رئيس الفيفا، وعاد زاد عليهم غانم سيس وزاد عليهم بزاف ديال اللعابه اللي ما عجبهمش التحكيم وبقاو تيغوتوا على الحكم. ولكن علاش الحكم اللي كان في المباراه المغرب ضد فرنسا ما غوتوش عليه بحال الحكم القطري اللي كان في المباراه ديال المغرب وكرواتيا؟ وهنا عاوتاني هادشي كيدخل ليا الشك في راسي، بجوج داروا واحد الاحكام اللي خايبه بزاف ضد المغرب، ولكن ماشي بجوج وقع عليهم نفس البلان. وعاد زاد على الحكم اللي كان في المباراه المغرب ضد فرنسا، ملي مشى بنادم عنده الانسطا بدا تيغوت عليه، حاول انه يستفز الجمهور المغربي وقال لهم سيروا دعوني على الفيفا، يعني بغى يقول لهم بانكم راه ما عندكم ما تصوروا مني. وهذا الشيء على ما بان ليا بان الفيفا هي اصلا فارضه عليه بانه يعمل هكا، وبلا ما نكروا بان رئيس الفيفا ملي كتغلب المغرب راه ما كيعجبوش الحال. وهذا الشيء كنلاحظوا بان الدول الاوروبيه كيبدا يصفى، ولكن الدول العربيه كيبقى غير ساكت وصافي وكيتفرج. المهم هذه كندردشه خفيفه، وانتم عطينا الراي ديالكم في الكومونتير. وبالنسبه للناس اللي باغا تزيد المتابعه في الانستا ولا التيك توك ولا في الفيسبوك، او خاصها حساب نيتفليكس او اي بلاتفورم بغيتي الحساب ديالها او الاب تي في او اي حاجه، فراه هذا الشيء كامل كيتواجد عندنا وباحسن ثمن والجوده بلا ما نهضروا عليها. واش عارفين شنو هي حساب نيتفليكس غير ب 25 درهم والضمان 30 يوم. المهم هذا هو الواتساب اللي خاصته شي حاجه صيفط ليا. ما تنساوش تخليو لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، خليو بزاف ديال لي كومونتير. تهلاو.